تعالوا نعمل ألذ وأحلى طبق مكرونة ممكن تجربوه، مكرونة أشهر المطاعم والبوفيهات بطريقة بسيطة، وهقول لكم على كل البدايل المتاحة للمكونات بتاعتها ممكن تكون متوفرة في البيت. أول حاجة هنحضر المكرونة، مية مغلية على النار، عليهم معلقة كبيرة زيت ورشة من الملح. هنزل المكرونة بتاعتي وهسيبها تتسلق سلقة إلا ربع، يعني تكون لسه فيها القرشة بتاعتها. طاسة سخنة على النار، قطعة زبدة وشوية زيت أسيبهم يسخنوا كده، وهنزل ببصلاية مقطعاها أو فرماها ناعم، كده كده كله في الآخر هيتفرم مع بعضه. هدبل البصلاية كويس جدا، وبعدين هنزل عليها بفصين توم مفرومين. أول ما ريحة البصل والتوم تطلع عليا كده، ربع أو نص فلفل أحمر، اللي هو الفلفل الأحمر الحلو الرومي، هقطعه بالطريقة دي مكعبات، وهنزل على البصل والثوم. طماطمتين حجم وسط او طماطمية ومعلقة صلصة كبيرة لو حابين اللون يبقى اقوى شوية، وهنزل بيهم كمان في الطاسة بتاعتي. معايا عود او عودين من النعناع الفريش على حسب ما بتحبوا طعم النعناع ونكهته، هنزود منه. لو عندي متاح ريحان هحط ريحان بدل النعناع. هشوح ده كله بقى مع بعض على النار لحد ما النكهات كلها تاخد من بعض كده بالشكل ده. هحضر دلوقتي نص كوبايه من الكريمه اللباني اللي هي كريمه الطهي. لو مش متاحه عندي، معلقه دقيق في حته زبده كده بره على النار، بس مش هديها لون ذهبي قوي، يعني انا بس هحمر الدقيق كده بسيط خالص، وهنزل عليه بالحليب كاني بعمل بشاميل خفيف كده، بس نكهته مش قويه، وهنزل بيه بدل الكريم. هظبط البهارات ملح وفلفل اسود، وكتروا من الفلفل الاسود. الخليط بتاعي هياخد غلوتين على النار، وهضربه في الخلاط او بالهاند بلندر. وزي ما اتفقنا لسه فيها القرشه بتاعتها، يعني 3/4 سلقه. ضربت الخليط بتاعي وحطيته في الحله بتاعتي اللي هشتغل فيها. خطوه اختياريه، لو انا عايزه الصوص يكون اتقل شويه، هدوب نص معلقه كبيره من الدقيق، عليهم معلقه ميه او معلقتين ميه، يعني يدوبك يدوبوا فيهم كده، وهنزلهم على الخليط. اول ما يتقل كده القوام بتاعه، هنزل عليهم بالمكرونه تقلبتين 3 كده، يعني ياخدوا غلوه غلوتين، مش عايزه المكرونه تعجن، وهطفي عليهم النار خالص. هظبط الملح بتاعي، وهزود فلفل اسود كتير، ممكن لو حابين نحط شطه، لو عايزين المكرونه سبايسي نضيف، نحط انواع جبن متاحه عندنا برضو اختياري جدا. الاهم عندي هنا بقى ان حقيقي الريحه ما تتوصفش. ميكس الخضار كله لما تشوح مع بعض في قطعة الزبدة على النار، ادوني طعم وريحة بجد خطيرة. والأهم إن الطبق ده بيليق على أي صنف بروتين ممكن نعمله، بيليق مع الفراخ ومع اللحمة، ويليق مع أي نوع سي فود، يعني جمبري أو صبيط، أو ممكن نعملها مكرونة سي فود كده بنفس الصوص ده. أنا كده خلصت وصفة المكرونة بتاعتي النهاردة خلاص، متأكدة من سهولتها وبساطتها وقد إيه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.